السلام عليكم. قبل ما نبدأ الفيديو من فضلك اكتب لنا في التعليقات عن رأيك، هل فعلا هبوط مستوى نادي الزمالك في المباريات بسبب تدريب المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسيريو ولا لا؟ خبر عاجل وقرار خطير من وزير الشباب والرياضة ضد مرتضى منصور اليوم، ولأن الخبر مهم جدا وكل كلمة فيه أهم من التانية، فأنا برجوكم تكملوا الفيديو معانا لحد الآخر وتقول رأيك في التعليقات، ولو عجبك الخبر ياريت تحط لايك. مرتضى منصور رغم عزله من نادي الزمالك بقرار من وزير الشباب والرياضة، ولكنه يمارس عمله الطبيعي في إصدار قرارات لأعضاء نادي الزمالك بشكل طبيعي، وهجوم إعلام نادي الزمالك على وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي أنه هو المتسبب الرئيسي في مشاكل نادي الزمالك، ويطالبون بعزل وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي. وخالد الغندور يطلب من الزمالك الوقوف بجوار مرتضى منصور والرجوع في قرارات استقالته بهتافات ضد وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي وضد اتحاد الكرة المصري. ومرتضى منصور أعلن عن استقالته ولكن بطريقة شفهية فقط، ولكن لم يتقدم بأي طلب رسمي بالاستقالة. ووزير الشباب والرياضة أشرف صبحي لم يتسلم استقالته حتى الآن. أما عن لجنة التفتيش داخل نادي الزمالك فهي تنتهي اليوم من مباشرة عملها وتعلن عن فضائح واختلاسات بالجملة داخل النادي، وتطالب بمحاسبة أعضاء مجلس الإدارة كاملا بما فيهم مرتضى منصور وأمير مرتضى منصور وأحمد مرتضى منصور. أما عن المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسيريو يعلن رحيله عن نادي الزمالك اليوم، ويطالب بفسخ العقد مع أمير مرتضى منصور لأسباب غير معلومة. ولكن قبل ما ندخل في تفاصيل الخبر، لو انت أهلاوي أصيل اضغط اللايك واشترك في القناة لنرى كم عدد محبي النادي الأهلي. النهاردة يا سادة اجتماع طارئ من وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي وكبار المسؤولين في الدولة في وجود سليمان وهدان المرشح القادم في مباشرة أعمال نادي الزمالك، ووجود أحمد حسام ميدو، والإعلان عن تشكيل لجنة من أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك بعد حل مجلس إدارة نادي الزمالك الموجود حاليا في حالة اعتراضهم على طرد مرتضى منصور خارج نادي الزمالك. وكان الاجتماع بسبب مباشرة مرتضى منصور عمله داخل نادي الزمالك بشكل طبيعي جدا، وإصدار الأوامر لأعضاء إدارة مجلس إدارة النادي بدون التردد وبدون علم وزير الشباب والرياضة ودون الرحيل عن النادي هو وأولاده بعدما أعلن استقالته من النادي في مؤتمر صحفي. والآن لم يتم إرسال أي خطاب من نادي الزمالك لوزير الشباب والرياضة أشرف صبحي يفيد بذلك، فقرر وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي بطرد مرتضى منصور وشطب عضويته من نادي الزمالك بعد انتهاء لجنة التفتيش من مباشرة عملها داخل النادي. وفي صباح اليوم يا سادة انتهت لجنة التفتيش من مباشرة عملها وإرسال تقرير مفصل بكل المخالفات داخل النادي الزمالك، ومنها سرقة مبلغ مالي ضخم جدا من النادي باختفاء مستنداته، واختلاسات بالجملة من داخل النادي، وعدم دفع رواتب العاملين، والديون بالملايين تقع على النادي. لذلك صرح مرتضى منصور في المؤتمر الصحفي وقال إن نادي الزمالك سيتم إغلاقه خلال أسبوعين، ولكن تحرك سريع من وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي اليوم بتحويل مرتضى منصور إلى الجهات المعنية لمحاسبته على كم الفساد الواقع على النادي في فترة رئاسته، وحل مجلس إدارة النادي بالكامل، وطرد القائمين على قناة الزمالك، وسحب تراخيص القناة، وتعيين لجنة تباشر عمل القناة وتغيير طاقم العمل، وتعيين المستشار سليمان وهدان رئيسا لنادي الزمالك
لحين الإعلان عن انتخابات مبكرة. وأحمد حسام ميدو مدير الكرة بعد اجتماع مع وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي بعد طرد أمير مرتضى منصور وأحمد مرتضى منصور وتحويلهم للتحقيق من نادي الزمالك. ولكن رد فعل مرتضى منصور يطالب بتدخل سياسي لحل هذه الأزمة، ويطالب جماهير الزمالك بالنزول لوقف هذه المهزلة، ووزير الشباب والرياضة أشرف صبحي ويطالبون بإقالة وزير الشباب والرياضة ورجوع مرتضى منصور مرة أخرى لنادي الزمالك. وبعد هذه الكارثة وشكوى مرتضى منصور للفيفا ضد وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي وضد اتحاد الكرة المصري، فكان الرد سريعا من اتحاد الكرة المصري ضد مرتضى منصور، وكان الرد من اتحاد الكرة على شكوى مرتضى منصور لوزير الشباب والرياضة وضد اتحاد الكرة. اتحاد الكرة يرد لأول مرة على لجوء الزمالك للفيفا. علق مصدر داخل مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام على رغبة إدارة نادي الزمالك في اللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، وذلك من أجل الاعتراض على قرارات اتحاد الكرة الأخيرة والعقوبات الموقعة على نادي الزمالك بعد اعتذاره عن المشاركة في لقاء السوبر المصري الأخير الذي أقيم في الإمارات. ورد مصدر على موقف الزمالك عبر الوطن من حق الزمالك اللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا للشكوى من قرارات مجلس إدارة أو اللجان التابعة للجبلية، وليس لدينا أزمة مع مسؤولي القلعة البيضاء، إذ لجأ الزمالك إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم وحصل على أحكام لصالحه، فاتحاد الكرة ملزم بتنفيذها على الفور. اتحاد الكرة يقف على مسافة واحدة من جميع الأندية، ومجلس الإدارة لم يتولى أي نادي، لأن هدفنا الحفاظ على حقوق الأندية وتطوير المنتجات والمنتخبات والكرة المصرية. وشكوى جماعية من لاعبي الزمالك ضد أوستيريو مدرب النادي الزمالك بسبب التدريبات الغريبة وتغيير مراكز غير معلوم. لذلك قرر خوان كارلوس أوسيريو مدرب نادي الزمالك الرحيل عن النادي في صمت بعد الاتفاق مع أمير مرتضى منصور وفسخ عقده، وشكوى جماعية من لاعبي الزمالك ضد هذا المدرب. كشف مصدر من داخل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن أن لاعبي الفريق اشتكوا من طريقة تدريب الكولومبي خوان كارلوس أوسيريو المدرب الفني. وقال المصدر أن أغلب لاعبي الفريق اشتكوا من المدير الفني بسبب طريقته الغريبة في التدريبات، وأنهم لا يستوعبون تلك الطريقة. وصفوه أحد اللاعبين بأنها تدريبات غريبة جدا. لاعبو الفريق اشتكوا لإدارة الكرة بالكامل، وقالوا الكثير والكثير عن غرابة الكولومبي أوسيريو في التدريبات، وأنها السبب في ظهورهم بمستوى ضعيف في المباريات، كما أنه يجبرهم على المشاركة في مراكز بعيدة عن مراكزهم الأساسية. الزمالك يخسر من الإسماعيلي في الدوري بمؤامرة من أوستيريو لرحيله عن نادي الزمالك. نجم الزمالك يوجه رسالة نارية لمرتضى منصور بسبب هبوط نادي الزمالك واحتمالية هبوطه في الدرجة الثانية بسبب هبوط مستواه. وقال عفت نصار نجم الزمالك السابق وشن هجوما عنيفا على إدارة نادي الزمالك بعد الهزيمة من الإسماعيلي بنتيجة 2-1، وقال حرام عليك يا مرتضى يا منصور، سيب النادي في حاله. ووجه رسائل قاسية لمرتضى منصور بسبب هبوط نادي الزمالك في المستوى واحتمالية هبوط نادي الزمالك للدرجة الثانية. ختاما لا تنسى ذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله، ولايك واشتراك القناة دعما منك للقناة وحتى يصلك منا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.